كل عام وانتم بخير ورمضانكم احلى مع المتحف القومي للحضاره المصريه. رمضان بيحب العزايم والعزايم بتحب رمضان، وطبعا رمضان وسفرتنا فيه ما بتحلاش غير بالمأكولات المصريه الجميله والحلويات. وفي الحكاوي الرمضانيه هنعرف اهم المأكولات والحلويات وكمان المشروبات الرمضانيه. مع دخول الإسلام مصر في القرن السابع الميلادي كان لشهر رمضان اهتمام واستعداد خاص بيه عند المصريين، وده كان بسبب وفرة الاحتياجات الخاصة بيهم في مصر، وكمان مهارة المصريين في فن الطبخ وإعداد الطعام. واعتاد السلاطين الجلوس في ميدان القلعة، وكان بيتقدم الخليفة والقضاة الأربعة بالتهنئة، وكانوا بيستعرضوا في الوقت ده للسلطان كمية الدقيق وكمية الخبز وكمية السكر وكمان الغنم والبقر اللي كانت مخصصة للصدقات لسد احتياجات الناس في الشهر الكريم. وكتير من الوثائق اتكلمت عن أهم المأكولات والحلويات اللي كانت بتتعمل للولائم في بيوت كل من الأثرياء والأمراء، وكمان عرفتنا بالأصمطة. يعني إيه أصمطة؟ الأصمطة دي كانت مكان واسع بيتعمل فيها الولائم بس لعامة الناس. وبيحكي لنا التاريخ عن أهم المأكولات والحلويات اللي كانت معروفة في كل من العصر الفاطمي والعصر المملوكي. وكان من أهم الأكلات الموجودة في الوقت ده كانت أكلة الفستقية. طيب يعني إيه فستقية؟ الفستقية دي كانت عبارة عن دجاج مسلوق وبيتحط عليها طبقة من العسل الأسود والتوابل والفستق المطحون، وعلشان كده اتسمت فستقية. طيب وكان ممكن يتعمل بطريقة تانية خالص، كان ممكن يبدلوا الفستق ببندق، وكان في الوقت ده بتتسمى بندقية. ولو اتكلمنا عن رغيف الصينية اللي كان من أشهر الأكلات اللي بتتعمل في السلطنة، فلازم نتكلم عن طريقتها. وكانت عبارة عن طبقة من العجين بتتحط في الصينية وعليها شرايح من اللحمة الضاني وطبقة من التوابل والمكسرات، وبتتحط عليها تاني طبقة من العجين وبتتحط في الفرن. بس كانت قبل ما بتتحط في الفرن بيتحط عليها مية ورد وكمان رشة من زيت السمسم. ولو جينا اتكلمنا عن أكلة الملوخية، هنلاقي التاريخ اتكلم عن فترة السلطان المعز لدين الله الفاطمي، واتكلم وقال ان هو اصيب بمغص شديد، والاطباء عالجوه باكله اكتشفت على ضفاف النيل اللي هي الملوخيه، ومن ساعتها واتسمت الملوكيه اللي هي طعام الملوك. واكلات كتير وكتير كانت موجوده عند المصريين، زي الهريسه، زي السريد اللي هي فتة الرقاق، وكمان البليله والمفروكه وكعب الغزال اللي هو سد الحنك، واكله من اكلات مدن الساحل اللي كانت معروفه باسم الفقاعيه، ودي كانت عباره عن ان هم كانوا بيجيبوا سمك البوري وبيتم حشوه بالليمون والبصل، وبتتحط في طاجن فخار في الفرن لحد ما تستوي، وكانوا بياكلوا جنبها الرز او الخبز. وفي عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 745 هجرية لقينا انهم كانوا بيتم توزيع كمية كبيرة جدا من السكر على المصريين، وده كان لحب المصريين في صناعة الحلويات. ومن اشهر الحلويات اللي كانت موجودة كانت الكنافة المحشية مكسرات، واللوزنج اللي هي القطايف اللي برضو محشية مكسرات، وكمان المهلبية والقاهرية اللي كانت من اشهر حلويات العصر المملوكي. اما بقى الرز بلبن كان بيتم توزيعه على عامة الناس. وكان المصريين بيتناولوا طعامهم وهم جالسين في الارض في منازلهم، وكان التناول بيكون ب3 اصابع، وكمان طبعا لازم بيبداوا بالتسميه بالله في بدايه الاكل والحمد والشكر في النهايه، وكانوا بيغسلوا ايديهم قبل الاكل وبعده، وساعات كتير كان بيكون بميه الورد، وبيتم التنشيف في الفوط الحرير. وبكده نكون اتكلمنا عن انواع كتير جدا من الطعام الموجوده في العصور الاسلاميه. بس دلوقتي هنتكلم عن اهم المشروبات الموجوده في الفتره دي. كانت اهمها البلح باللبن، وكمان العرقسوس والتمر هندي. اما الحمضيه اللي كانت بتتعمل بعصير الليمون وميه الورد. ولو اتكلمنا كمان عن اهم المشروبات اللي كانت موجوده بعد الفطار عند المصريين، فلازم نتكلم عن القهوه اللي كانت بتتشرب ساده عند الفقراء وبالسكر عند الاغنياء.
وكل سنة وانتم طيبين من المتحف القومي للحضارة المصرية.